فتاة الغسق المصابة بفقدان الذاكرة بدأ مع أوكانوجي اللي كانت في نادي التحقيقات الخارقة للطبيعة. أوكانوجي كانت معاها دفتر صغير بتدون فيه ملاحظات عن التقارير الغير مؤكدة وقصص الأشباح اللي بتلفت انتباهها، وهي بتكتب راس القلم بتاعها اتكسر فضربت سلسلة القطة بتاعتها. السلسلة بدأت تتحرك لوحدها زي ما تكون بتدور على مبراة في شنطتها. أوكانوجي كانت بتتكلم مع نفسها بترتب ملاحظاتها، وكل ما تبص بعيد حاجة تتحرك. السلسلة طارت في وشها بس هي ما خدتش بالها. كوباية الشاي بتاعتها طفت في الهواء برضه ما خدتش بالها. اخيرا لما مدت ايدها تاخد الشاي لقت الكوباية اتزحلقت من مكانها، فاعترفت ان في شبح في الأوضة. في اللحظة دي تايتشي دخل وكانوجي بدأت تحكي له ان في شبح في الأوضة، ومن شكل وشه باين انه عارف بالفعل. تايتشي ساعتها حاول يهدي اوكانوجي بس في حاجة كانت بتعطل كلامه. في لحظات كنت بتسمع تايتشي بيتكلم مع حد غير اوكانوجي، بس اوكانوجي افتكرت انه بيعمل نوع من الطقوس عشان حاجات عشوائية بدأت تحصل له هو كمان. وقتها كيري دخلت والكل بدأ يتكلم وسمعنا كيري بتحكي مع نفسها، فاوكانوجي اتلخبطت خالص وبدأوا تحقيقهم في المصعد. في شائعات بتقول ان المصعد بيفضل يتحرك رغم ان المدرسة ما بقتش تستخدمه، وانه لو مسكك هيوديك لعالم الجريمة تحت الارض. اللي بيحصل بعد كده تايتشي اتدفع جوه المصعد. يوكو كان باين انها هي اللي زقته، وكانوجي وكيري راحوا للدور اللي المصعد وقف فيه عشان يجيبوا تايتشي. وبنرجع فجأة للبداية عشان نشوف ايه اللي حصل بالظبط، واتضح ان يوكو هي السبب في كل حاجة. يوكو هي الشبح. الموضوع كان مضحك نوعا ما عشان يوكو بتعمل الحاجات دي كلها لانها معجبة بتايتشي وعايزة تكون معاه. تايتشي سألها عن وحدتها وليه بتعمل كده، بس لما يوكو ما بتفتكرش ماضيها ما قدرتش تجاوب. واخيرا يوكو اقنعت تايتشي انه يتحسس جسمها. وفي اللحظة اللي الباب اتفتح فيها وكانوجي وكيري شافوه، وكانوجي هي الوحيدة اللي ما بتشوفش يوكو. بعدين فريق التحقيق اتجمع وراحوا التلة ولقوا فيها قبر يوكو، وكانوجي قالت ان اللي عمل القبر ده لازم يكون كان بيحب يوكو جدا، وده ضايق يوكو اللي وسعت عينيها وقلبت القبر، وده خلى اوكانوجي تتجنن. اخيرا تايتشي قال ان يوكو هي موضوع اول قصة شبح في المدرسة، وان يوكو هي اللي كانت بتحاول تسيطر عليه. بنروح مع تايتشي بيشرح ازاي فهم كل حاجة. بعدين لقى باب بيودي لأوضة النادي، بص حواليه وبدأ يهمهم مع نفسه، وفجأة مراية ظهرت قدامه من العدم، ويوكو ظهرت وخوفته وقرروا يتمشوا في المدرسة. وساعتها يوكو سألته كل أنواع الأسئلة، وفجأة تايتشي بدأ يشوف رؤى وذكريات في دماغه مع صوت جرس بيرن. ورغم الرؤى دي تايتشي كمل يتمشى معاها، ويوكو قالت له انها عندها فقدان ذاكرة وانها ما عندهاش ضغينة او ندم. وساعتها بسته على جبهته عشان يفضل موسوم ليها للأبد، يعني مش هيقدر ينساها أبدا. تايتشي سألها لو عايزة تبدأ تعذبه، بس هي مشيت وقالت له قصة غريبة. حاولت تشرح ان في قصة عن بنت ماتت في ارض المدرسة وجثتها لسه في المدرسة، وان الحرم الجامعي كله متعذب. تايتشي سألها لو القصة دي عنها، قالت له يمكن. فبدأ يتساءل لو جثتها لسه عايشة، وشاف الرؤى دي تاني. في واحدة من الرؤى صوت غريب قال مهما يحصل لو وقفت قدامها ما تبصش وراك، عشان لو بصيت الشبح هيجذبك ويحبسك في المراية للأبد. بعد كده بنشوف يوكو ظهرت قدام السلم وقالت له شفتها رغم انه قلت له ما تبصش، وقعدت هناك بتغني وتعيط، وقالت ان تايتشي شاف جسمها كله. بعدين بنرجع مع تايتشي وهو بيستكشف تاريخ المدرسة وبيشرح ان المدرسة اتبنت فوق جبل كان فيه مقبرة. اتضح انه كان بيقرا كتاب عن المدرسة، ويوكو بدأت تضايقه شوية، وقعت فوقه وطلبت منه انه يلمسها. وقتها اوكانوجي اتدخلت وقالت لتايتشي ان شبح يوكو بيحاول يقتلها، وده فاجئ تايتشي ويوكو. وساعتها اوكانوجي طلبت من تايتشي مساعدة مع مشكلتها، وتايتشي فقد اعصابه وسأل يوكو يعمل ايه. اوكانوجي ما تشوفش يوكو، كل اللي شافته هو تايتشي بيتكلم مع نفسه. اوكانوجي مشيت بعيد عن الفصل
وسلسلتها طارت من ايدها. الاوراق اتقلبت وكشفت ورقة واجب لقيتها. اكتشفت ان السلسلة مزيفة، ولما بصت لفوق شافت الشبح، وبصراحة القفزة المرعبة دي خوفتني. تايتشي لحقها ومسكها وحاول يهرب. المزيكا بقت اكثر توتر وصارت جدا لما تايتشي طلع السلسلة الحقيقية ووراها الاوكانوجي. الروح ظهرت ويوكو قالت حاجة بهمس والحلقة خلصت. بعدين تايتشي بياخد جواب، وكان طلب انه يقابل اللي بعته وله علاقة بيوكو. تايتشي وصل لمكان الاجتماع واتضح ان اللي بعت الجواب هي كيري. كيري حذرت تايتشي انه يبعد عن يوكو عشان هي شبح ملعون هياخده لو ساب حذره. تايتشي افتكر كلام يوكو عن ان الناس بتشوفها بطرق مختلفة وبدأ يشك في نفسه، وفكر انه رغم انه شايف يوكو كبنت حلوة يمكن تكون في الحقيقة وحش. وهو بيفكر كده يوكو ظهرت قدام، كانت مستنياه في الأوضة طول الوقت، هدومها اتبلت من المطر، فالاتنين راحوا للمستوصف عشان ينشفوا. يوكو كانت مرتاحة ان تايتشي شايف نفس اللي هي شايفاه في المراية. وبعدين بنت غامضة لابسة تنورة قصيرة ظهرت وشرحت ليوكو اللي هي شايفاها: شعر اسود متبهدل، جلد متعفن، نظرة منحرفة. وتحدد تايتشي انه يبص على يوكو دلوقتي وكده رأيه فيها هيتغير. البنت الغامضة انقذت تايتشي من يوكو اللي دلوقتي بقت بشعة جدا، وكشفت هي مين. وبيتضح ان كيري هي قريبة يوكو. في الاول كيري كانت شايفة يوكو كالفتاة الجميلة الباهتة زي ما تايتشي شايفها، بس في يوم بدأت تشوف يوكو في شكلها البشع الحقيقي. ولما يوكو راحت وراهم تايتشي ناقش مع كيري امر جثة يوكو. الاتنين هربوا وتايتشي اخد كيري لمكان جثة يوكو. وهي بتفتح السلم كيري خافت وجريت للقبو، وساعتها يوكو طلبت من تايتشي انه يبص عليها بس هو كان متردد. اعترفت انها بقت اسعد بكتير لما اخيرا قابلت حد بيشوفها كويس، وقالت انها بتقدر الوقت اللي قضيته معاه. وساعتها تايتشي منع يوكو انها تسيبه وكملوا تفاعلاتهم اليومية. بس عشان تايتشي يفهم يوكو اكتر كان لازم يبص عن قرب على هيكلها العظمي اللي يوكو وهي لسه عريانة تماما حاولت تمنعه انه يعمل كده. تايتشي دخل القبو ولقى كيري بتعيط، فحص جثة يوكو معاها واكتشف ان رجلها مكسورة. تايتشي اشار لحاجة وكانت معبد، وده اكد الشائعات ان المدرسة اتبنت فوق ضريح. كيري بدأت تعيد تفكيرها عن ان يوكو ممكن تكون مسكونة، وهم طالعين الحاجات بدأت ترجع لطبيعتها. بس يوكو لسه ما بتحبش كيري. اوكانوجي رجعت لأوضة النادي بعد الأحداث دي بشوية وعلشان تشارك اللي اكتشفته عن قصة يوكو. اتضح ان المدرسة كانت ملعونة عشان اتبنت فوق ضريح. يعني المشكلة ما كانتش بنت شقية، المشكلة كانت المدرسة نفسها، وده غير كل حاجة. بعدين كيري ظهرت واعلنت نيتها انها تنضم للفريق بطريقة متعجرفة جدا. بنشوف ان نادي التحقيقات الخارقة للطبيعة في معسكر تدريب صيفي. يوكو كانت بتراقب الكل من بعيد وهم بيستقروا في المعسكر. اوكانوجي لقت دفتر قديم وبدأت تقراه. الدفتر كان فيه كام قصة صادمة عن حارس كان بيسمع أصوات خبط في المدرسة، والحاجات بدأت تقلب بجد في النادي. اوكانوجي ما كانتش عايزة تمشي من المكان، كانت عايزة تفضل عشان تسمع أصوات الخبط بنفسها. ولما تايتشي وكيري خرجوا يستكشفوا، كيري كشفت ان هي اللي نظمت ليلة التدريب دي عشان تكتشف الشبح اللي افتكرت انه يوكو. يوكو خطفت تايتشي واتعصبت عليه عشان سابها في الصيف. تايتشي لمس ايد يوكو، ولما الكل رجع للأوضة لقوها مقفولة. يوكو خبطت على الباب وصوت تعثر جه من جوه، فهنا كيري وتايتشي جربوا يدخلوا من الشباك الخلفي بس لقوا اوكانوجي بتحاول تهرب من الأوضة. اوكانوجي افتكرت ان في شبح غامض بيخبط فقررت تهرب. ولما الكل كان بيحاول ينام يوكو وتايتشي تسللوا لبره. كيري لاحظتهم ويوكو عايزة تايتشي يساعدها تدور على الحجر الملعون، لان حسب الاسطورة في حجر في برج المدرسة القديم لو اسمك اتكتب عليه هتكون ملعون وتموت. وفعلا شكلهم لقوه. تايتشي اترعب لما لقى اسمه مكتوب عليه، بس يوكو اعترفت انها كانت بتهزر معاه. في نفس اللحظة يوكو شرحت ان اللعنات دي بس حاجات يومية الناس بتبالغ فيها عشان خايفين ومرعوبين من الاشباح. لا مفيش لعنة ولا خبط ولا حجر، بس يوكو كانت بتعمل مقالب. بنشوف حوار كيري وهي بتسأل ليه
وبعدين بنشوف واحدة شبه يوكو لابسة زي خدام. ده وقت مهرجان المدرسة. تايتشي كان بيجهز بيت مسكون بناء على طلب يوكو، ولما كيري عرفت تايتشي بيعمل ايه اتعصبت وجرت اوكانوجي من ايدها وحاولت تسحبها بره في غضب من تايتشي. كيري فضلت تمشي علشان كانت متعصبة جدا لحد ما اوكانوجي صرخت عشان توقفها. كيري عايزة تروح لأوضة العلوم القديمة عشان تلاقي حاجات تزين بيها البيت المسكون، وده بالظبط اللي اوكانوجي عايزاه، بس قالوا لها تقف. اوكانوجي حاولت تشرح ان الدخول هناك خطر عشان نموذج تشريح قاسي القلب. كيري فتحت الباب واوكانوجي صرخت وهي بتبدأ تحكي القصة بتقول ان النماذج بتخرج بالليل تدور على قلوبهم الضيع، ولما الفراش كان بيشتغل بالليل حس بحد وراه، لف واكتشف انه النموذج. الفراش مات الصبح اللي بعده وقلبه مقطوع، وبعد ما لقوا القلب كيري واوكانوجي دوروا على نموذج القلب بس ما قدروش يلاقوه. بطريقة ما البنات نجحوا يتخطوا الموضوع. بعدين كيري لبست زي العرض منتج من الثمانينات. بعد ما بصت على نفسها في المراية كيري اكتشفت انها شبه يوكو بالظبط، فزعلت وطلعت تجري. من غير ما تاخد بالها دخلت البيت المسكون، ويوكو سألت كيري لو بتكره نفسها عشان شبهها، بس كيري بدأت تصرخ وتزعق لها وقالت انها مش عايزة تبقى شبهها عشان يوكو ميتة. كيري جريت بره البيت المسكون وفي النهاية خبطت في تايتشي. سألته ليه بيحب يوكو قوي كده، فرد وقال انه لما بيجي الحب مش فارق معاه لو الشخص التاني مجرد شبح، ورده ده خلى كيري تنفجر من الضحك. يوكو ساعتها فتحت الباب وكيري حاولت تدفعها بعيد قبل ما تقفل الباب وراها. كيري قالت لنفسها ان اللي شافته في الأوضة ما كانش يوكو فعلا، بس كان النص التاني بتاعها اللي مش قادر يحب نفسه. بعد شوية نادي التحقيقات الخارقة عرفوا عن شائعة عن أكيهيتو، وحش مغطى بالدم لابس قناع بيقتل أي حد يفضل في المدرسة متأخر كعقاب. ومهرجان المدرسة لسه مستمر. لما اكتشفوا أكيهيتو أثناء المهرجان الشائعات بقت حقيقة. الطلاب المتعصبين اتعصبوا بعد ما طالبة اسمها يوكو اشتكت ان أكيهيتو هاجمها. على صعيد آخر تايتشي اكتشف ان كيريشيما او أكيهيتو اللي هي ورا قصة أكيهيتو عشان عايزة تمحي قصص الأشباح، لأن الطلاب بيتنمروا عليها عشان اسمها اسم يوكو عاصرة الأرواح. كيريشيما قالت لأصحابها المتعصبين ان الطريقة الوحيدة تمنع أكيهيتو من انه يحاول يقتلهم هي انهم يضحوا بيوكو الشبح، بس هم كانوا متوترين واختاروا يصدقوا انها ويوكو نفس الشخص. النادي خدم الطلاب المتعصبين بان يوكو غطت نفسها كأكيهيتو وبدأت تطارد الطلاب عشان قدموا التضحية الغلط. كيريشيما كانت هتمشي بس قبل ما تمشي اعتذرت ليوكو على اللي مرت بيه. في نفس الوقت اوكانوجي وكيري سابوا برج الجرس بعد ما خوفوا الطلاب المتعصبين لحد ما كيري واجهت شبح الظل. بعد كده تايتشي لاحظ ان يوكو بتتصرف بغرابة وكانت بتتخانق من غير ما تقصد كل ما يقضي وقت مع اوكانوجي، فقال لكيري عن الموضوع وهي قالت له انها شافت الشبح تاني، وده خلاه يصدق ان شبح الظل هو النص المظلم من روح يوكو حرفيا. بعد شوية تايتشي ويوكو وكيري قابلوا شبح الظل اللي كشف لهم انه تجسيد كراهية يوكو والذكريات المؤلمة اللي كانت عايزة تنساها، ويوكو هربت ناحية حجر اللعنة ونفت الحقيقة. تايتشي لقاها هناك واتضح ان يوكو اتقدمت كتضحية حية عشان توقف الطاعون بعد ما اتكشف ان الحجر كان نصب تذكاري مخصص بس لأهل البلد اللي ماتوا في وباء من 60 سنة. شبح الظل ظهر تاني وكشف ان يوكو اتضح عشان توقف الطاعون بس كان غصب عنها وتم التضحية بيها. يوكو خرجت مع تايتشي اليوم اللي بعده بس كانت ساكتة. لرعب يوكو شبح الظل سيطر عليها ودفع تايتشي من على السلم، ولما تعافى وتايتشي رجع لأوضة النادي واتفاجئ ان يوكو مش فاكرة وشه، وهناك يوكو قالت له يسيبها لوحدها واختارت تصدق انها سمحته على انه ضايقها. وكيري استنتجت ان كل ما يوكو تفتكر ذكرى مؤلمة الذكرى دي بتترمي من دماغها وتتحط في ظلها. تايتشي عشان ما قدرش يتحمل ان يوكو مش عارفاه قضى وقت كتير مع اوكانوجي لدرجة انه ما بقاش يشوف يوكو، فكيري واجهته وسألته لو هينسى يوكو بالبساطة دي وهي بتتكلم اتدفعت بعيد عنه بغرابة. تايتشي افتكر يوكو
يوكو ومشاعره ناحيتها. بعد ما كلم اوكانوجي وحاول يقرا دفتر السجل بتاع النادي، فجري على اوضه النادي وسحب يوكو لمكانها المفضل وحكى لها عن الوقت اللي قضوه مع بعض واعترف بحبه ليها. ويوكو اخيرا افتكرت تايتشي مين وعبرت عن مشاعرها ناحيته. لما شبح الظل ظهر في اوضه النادي، تايتشي اكتشف صوره قديمه ليوكو وادرك ان هي اللي دفعته بعيد قبل كده. في تطور غير متوقع، شبح الظل سأل كيري هي ايه. شبح الظل وصل لكيري، بس اوكانوجي وصلت في الوقت المناسب وطردته. حكت لهم عن تفاعلها مع يوكو وتايتشي، بس لدهشتهم يوكو قالت ان عمرها ما قابلت ظلها ومش عارفة عن مشاكل المدرسة. وبسرعة لاحظوا ان يوكو بتدفع ذكرياتها الوحشة لظلها بشكل تفضيلي. بعد ما لاحظوا انها بقت اكثر عنادا وخجل من قبل كده، يوكو كانت زعلانة ووحيدة من غير تايتشي. بعدين يوكو شافت فلاش باك قصير عن ماضيها. شبح الظل ظهر قدام يوكو وكرهها عشان حطت ذكرياتهم الوحشة فيها، وكانت غيرانة جدا ان تايتشي بيحب يوكو. تايتشي انقذ يوكو من محاولة شبح الظل انها تخليها تفتكر اكتر من تاريخها المأساوي، وهنا حاولوا يهربوا من المدرسة، بس يوكو ما قدرتش تخرج من المكان. وتايتشي حاول يدفع يوكو بعيد عن ظلها، بس نتيجة مباشرة لده وقع وفقد الوعي. تايتشي صحي لقى نفسه بيشوف ماضي يوكو من خلال جسمها. وهنا تايتشي رجع بالزمن لحياة يوكو لما كانت عايشة مع أختها يوكاريكو جدة كيري. ورغم ان الطاعون كان بيقتل أهل البلد، يوكو كانت بتعتني بآسا، بنت جميلة عيلتها ماتت باللعنة. يوكو كانت مؤمنة ان كل حاجة هتبقى أحسن. يوكاريكو ويوكو سمعوا اجتماع بين رؤساء البلد المرضى اللي كانوا مصدقين ان الطاعون عقاب من الآلهة عشان باقوا المدرسة فوق ضريح مدمر. وعشان يرضوا الآلهة، الشيوخ كانوا ناويين يضحوا بطفلة صغيرة ويخبوا ان الطفلة كانت ضحية الطاعون. يوكاريكو ويوكو جابوا آسا لبيتهم خوفا على سلامتها، بس آسا اتخطفت وهم بيستحموا. ويوكو جريت على المدرسة عشان تنقذها، وآسا اللي أجبرت تلعب دور أكيهيتو عشان تختار تضحية اختارت يوكو من غير ما تقصد. الشيوخ الغاضبين شافوا يوكو ورموها في الضريح المدفون وقفلوا المدخل، وهناك للأسف يوكو ماتت بهدوء وهي بتنزف من رجلها المكسورة. وصرخاتها للمساعدة محدش سمعها، وما كانتش عايزة تلوم حد على مصيرها، وكانت مرتاحة ان آسا ويوكاريكو في أمان. بس ده خلى ظل يوكو يتولد اللي كرهتها عشان ما حاولتش تلوم حد حتى الشيوخ على موتها، وبقت شبح زيها. بعد كده تايتشي صحي من خياله عن ماضي يوكو واكتشف ان وقت قليل جدا مر في الحاضر. ولما لمس ايد يوكو رجعت صورها، بس يوكو ما كانتش قادرة تشوفه او تسمع صوته. وهنا تايتشي فكر يستسلم، بس كيري لطشته عشان يحاول ينسى يوكو. تايتشي اخد فكرة عن اوكانوجي انه يطلب من كيري تخليه يشوف يوكاريكو رئيسة المدرسة بينما يتواصل مع يوكو من خلال سجل النادي. يوكاريكو قالت لتايتشي انها كمان بتشوف شبح الظل وان الشيوخ اللي ماتوا من الجنون بعد ما شافوه. تايتشي استخدم المعلومات دي عشان يجذب يوكو تشوفه تاني بانه يدنس اوضة النادي، وده كمان جذب شبح الظل. تايتشي قال لظل يوكو انه شاف التاريخ لما لمسها، بس هي واجهته بغضب وسألته ازاي قدر يفهم معاناتها. وفي قمة الحزن تايتشي اعترف ان المشاهدة اللي حصل لها وعدم قدرتها على التدخل اذى كتير. ورغم كده عرف الفتاة الشبح عشان هما نفس البنت اللي هو بيحبها بجد. الشخصيتين اتحدوا وقبلوا ذكرياتهم الحلوة والوحشة. بعدين تايتشي كشف ان آسا هي جدته بناء على اللي يوكاريكو قالته. يوكو اعلنت بفرحة ان تضحيتها ما كانتش عبث عشان سمحت ليها تقابل تايتشي. الشتاء بيوصل والنادي عرف ان جثة يوكاريكو اتكشفت واتدفنت زي ما ينبغي. ويوكو رتبت لتايتشي انه يخرج معاها في موعد بعد المدرسة، وبينما أوضة النادي كانت مقفولة لحد ما المدرسة تنقل الموقع المقدس من القبو. تايتشي بدأ يتساءل ليه يوكو مصرة على الموعد ده لحد ما اكتشف الحقيقة. كراهيتها والندم اللي خلوا روحها على الأرض اتفكوا وروحها بتروح للعالم الآخر. تايتشي ودع يوكو وبسها وداعا، وهم قضوا لحظاتهم الأخيرة مع بعض في أوضة
أوضة النادي. لما السنة الدراسية الجديدة بدأت في أوائل الصيف، النادي عرف إن مبنى المدرسة التاريخي مش هيتعاد بناؤه، فتايتشي دخل أوضة النادي ولقى يوكو موجودة، وده فرحه جدا عشان آخر بوسة بينهم خلتها تندم على إنها تسيبه وهي مدينة ليه. بعدين بنشوف إن كيري اللي زهقت من مقالب يوكو بإنها تنشر قصص أشباح بين الطلاب واجهتها بسلسلة ألعاب لو يوكو فشلت فيها لازم تبدأ تتصرف زي الناس الطبيعية. يوكو كسبت المسابقة وده ضايق كيري جدا. اوكانوجي ورد جواب قديم لقيت فيه قصص أشباح من قبل ما يوكو تنضم لنادي التحقيقات الخارقة في المدرسة. النادي قرر يحقق في القصص واحدة واحدة، وده خلى لحظات مضحكة ومحرجة للكل. النادي اكتشف ان الجواب اتكتب بحبر بيختفي من نادي التحقيقات الخارقة بعد ما حاولوا يحققوا في قصة الحمام المسكون. اوكانوجي اكتشفت ان نادي التحقيقات الخارقة الاصلي كتب القصص دي تسالي قبل ما يتحولوا لنادي الجرايد التالي. تايتشي والبنات قرروا يلبسوا يوكاتا ويطلقوا العاب نارية على سطح المدرسة في المساء ده، وادركوا انهم زي اسلافهم بالظبط. وكده الانمي بتاعنا بيخلص. لو عجبك الفيديو اكتب لنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة.